السلام عليكم أحبابي. سمعتوا الناس كاملين كيهضروا على ارتفاع ثمن الذهب في العالم وكتر عليه الطلب، ولكن شنو لو قلت لك أن الفضة بدات كتولي خيار قوي بزاف للاستثمار وعندها مزايا ما كيعرفها حد؟ في هذا الفيديو غادي نهضروا بزاف على علاش الحلي الفضية أو الفضة الاستثمارية ممكن تكون بديل ذكي في الوقت اللي الذهب طالع كتير. خليك معايا حتى النهاية. مؤخرا الفضة ثمنها قفز بزاف في السوق العالمي. مثلا في 2026 وصل سعر أنصية الفضة فوق $100، ارتفاع كبير مقارنة بالسنوات السابقة، والطلب زاد بزاف من المستثمرين الصغار وحتى من الصناعات. هذا الارتفاع ماشي صدفة، الطلب على الفضة قاعد يكبر بزاف، وماشي غير للاستثمار لكن حتى في القطاع الصناعي، الإلكترونيات، الطاقة الشمسية والطبية، وهذا الشيء كيخلي المعدن مطلوب بزاف. دابا خلينا نهضروا على واحد النقطة اللي كتهم بزاف ديال الناس، خصوصا النساء. بزاف ديال النساء اليوم ولاو كيميلوا للفضة بدل الذهب، وهذا الشيء ماشي غير بسبب الثمن، ولكن حتى بسبب الذوق، الراحة والذكاء في الاختيار. علاش الحلي الفضية ولات مطلوبة عند النساء؟ أولا، الثمن المعقول. الفضة كتسمح للمرأة تلبس حلي أنيقة، خواتم، سلاسل، أساور، وحتى أطقم كاملة بنفس ثمن قطعة صغيرة من الذهب، وهذا مهم خصوصا في هذا الوقت اللي الذهب ولا غالي بزاف. ثانيا، التصاميم العصرية. الفضة كتدخل كتر في التصاميم الحديثة، ستيل عصري، ستيل مينيمال، ستيل يومي وحتى رسمي، شي حاجة اللي الذهب ما كيبقاش دايما عملي فيها حيت كيبان ثقيل أو رسمي بزاف. الفضة زينة زائد قيمة ما كتضيعش، وهنا النقطة الذكية. ملي المرأة كتشري حلي فضية راه ما كتشريش غير زينة وخلاص، الفضة معدن ثمين عنده ثمن عالمي وعنده سوق، يعني إلا بغات تبيع القطعة من بعد ماشي خسارة كاملة. القيمة ديال المعدن باقية، ومع ارتفاع الطلب العالمي حتى الفضة ممكن تطلع في الثمن، بالعكس من بزاف ديال الاكسسوارات العادية اللي كتضيع قيمتها مباشرة. وما نساوش الجانب الصحي والعملي، بزاف ديال الدراسات كتشير أن الفضة عندها خصائص مضادة للبكتيريا، أقل تسبب للحساسية مقارنة ببعض المعادن الأخرى. لهذا بزاف ديال النساء كيرتاحوا في لبسها يوميا، خصوصا في السلاسل والخواتم. علاش الناس كيشوفوا الفضة بديل ذكي دابا؟ أرخص للاستثمار. الفضة كتسمح لأي واحد يبدأ بمبلغ صغير، تقدر تشري جرامات كثيرة بلا ما تضطر تصرف بزاف. طلب صناعي قوي. في العصر ديال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، الطلب على الفضة ماشي غير استثماري، راه صناعي قوي وغادي يزيد مستقبلا. إمكانية تحقيق عوائد أعلى. بطبيعتها الفضة أكثر تقلبا من الذهب، وهذا كيخلي الربح المحتمل في أوقات معينة يكون أعلى في النسبة المئوية من الذهب. واش الفضة خطيرة شوية كاستثمار؟ الفضة ممكن تعطيك أرباح زوينة، ولكنها أكثر تقلبا من الذهب، يعني ممكن تشوف ارتفاعات وسقوطات كبيرة في الثمن في مدة قصيرة. وزيد عليها أن الذهب عنده دعم كبير في العالم، بحال البنوك المركزية والدول اللي كتعتمد عليه كملاذ آمن كلاسيكي في الأزمات. لهذا من الأحسن ما تعتمدش غير على الفضة فقط، خليك ديما موزع استثماراتك بين الذهب والفضة والأصول الأخرى. إلا كنتي باغي تدخل عالم المعادن الثمينة بدون مبالغ كبيرة، الفضة ممكن تكون بديل قوي للذهب دابا، ولكن بحكمة وتنويع. ما تنساش أن كل استثمار فيه مخاطر. قول لنا في التعليقات، واش كتظن الفضة غادي تطلع أكثر من الذهب؟ واش كتستثمر في الفضة دابا ولا تبقى في الذهب؟ ما تنساش دير لايك، سبسكرايب وشارك الفيديو مع أصحابك.